السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الغاليين، أهلا وسهلا بيكو. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما في أحسن حال. أحلى متابعين وصحاب واخوات، بحبكم في الله. ايه رأيكم في القرنبيط التحفة ده؟ شايفين لونه جميل جدا والله العظيم، الإضاءة ظلماه حلو قوي. ده بقى القرنبيط المصري بالطريقة المصرية التقليدية، والبطاطس اللي بتتعمل جنبه جنين. طعمه حلو قوي قوي قوي. آه طبعا. محدش من المصريين ما يعرفش الطريقة دي. بصراحة هو في أكتر من طريقة، بس دي الطريقة المعتادة أو اللي كل الناس عارفاها وكل الناس بتحبها. ما ظنش يعني في حد ما بيحبهاش، إلا يعني عدد بسيط يعني أكيد، لأن كل قاعدة لها شواذ. لكن هو بيبقى جميل جدا، ومش نوعا ما اقتصادي، يعني لو مش غلو الزيت يبقى اقتصادي. نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونقول عملنا ايه. نبدأ كده. دي قرنبيطاية بلدي. بصوا، قرنبيطة كده نضفتها وغسلتها كويس، وهبدأ بقى اسلقها مع البطاطس. شايفين انا بملى الحله كده زي ما انتوا شايفين كده، يا دوبك مغطيه البطاطس، بسلقهم الاتنين في حله واحده، ومش بقطع القرنبيط. كل شيخ له طريقه يا جماعه، كل الناس بتقطعه بس انا ما بقطعوش. بحطه كده زي ما هو. بس طبعا بكون غسله القرنبيطه كويس جدا، حطها في طبق ميه كده نقعاها، وابدا بقى بعد ما انقعها شويه كده وانضفها. انضفها بقى من العروق الخضراء، وابدا احطها كده. البطاطس تبقى تحت وهي فوق، يعني الميه مش طايلها من فوق خالص. زي ما انتوا شايفين، يا دوبك بس البطاطس هي المداريه بالميه، يعني تستوي على البخار. استوت بقى، قعدت حوالي تلت ساعه على البوتاجاز، يعني سوى البطاطس. استوت البطاطس واستوت القرنبيطه مع بعض. زي ما انتوا شايفين طالعه مستويه جدا. هنجربها اهو مع بعض. طالعه ما شاء الله، يعني سوى ولا اروع من كده، وفي نفس الوقت مش مهريه، وكله في وقت واحد. انجاز انجاز بصراحه، بتعملي كل حاجه في وقت واحد. طبعا انا بعمل البطاطس عشان انا بعملها بنفس الطريقه اللي بعمل بيها القرنبيط. بعمل طبقين، طبق من ده وطبق من ده. قطعنا بقى القرنبيطه زي ما احنا شفنا كده. قطع الكبيرة دي هتتقطع، يعني هي المفروض تبقى قطع صغيرة، بس انا فصصت الزهر على بعضه كده، الزهراية على بعضها، وبعد كده الكبيرة هقطعها قطع صغيرة. وقشرت البطاطس. طبعا البطاطس ما عملتهاش كلها، ركنت جزء بقشره كده، استخدمه في اي وقت تاني، احطه في التلاجة وقت ما اكون محتاجة للفطار او حاجة باخده. ببدأ بقى أعمل العجينة اللي هعمل بيها القرنبيط. معايا الخلاط. هحط فيه طماطمتين متقطعين، وكم فص توم كده، حوالي 5 6 فصوص توم. ونحط بقى عليهم البيض بتاعنا. البيض بقى عدد البيض ده يرجع لك. عايزة تحطي كتير، عايزة تحطي شوية، يرجع لك. انا هحط 3 بيضات بس، يعني اهو مش غالي ولا حاجة. 3 بيضات، البيضة ب5 جنيه، يعني 15 جنيه. هحط بقى بعد كده فنجان مية، يعني كوباية مية كده من كوبايات الشاي، ده فنجان شاي. هنحط كده فنجان و نضربه في الخلاط كده، نضرب الخلاط كده بالمكونات كلها، وننزلها بقى في الطبق كله كده. اتضرب مع بعضه الثوم بالبيض بالطماطم، كلهم مع بعض. ابدأ بقى انزل بالدقيق. انزل بقى بحوالي نص كوباية دقيق او 5 معالق دقيق، وهنزلهم في الخليط اللي انا عملته في الخلاط ده، واقلبهم كده. وطبعا بكون مجهزه التوابل. طبعا وانا بسلق القرنبيط يا جماعه بحط شويه ملح وشويه كمون. التوابل بقى ملح وكمون وفلفل وشطه. طبعا بكتر الكمون شويه عن بقيه البهارات، لان هو القرنبيط بيحب الايه الكمون، وكمان يعني علشان ما يسببش اي انتفاخات ولا اي حاجه.
بنقلبهم بقى كويس كده لحد ما يندمجوا معانا. خضرة بقى غسلينها وقطعناها كده، كزبرة وبقدونس، ونقلبهم في الربة دي كده. وكده خلصت الربة بتاعت القرنبيط او العجينة بتاعت القرنبيط، وهنبدأ نشتغل فيها. شايفين بقى القوام المفروض تبقى كده، ولا سميكة قوي ولا خفيفة قوي. انا بحبها كده، يعني هي دي افضل حاجة ليها. هنبدأ بقى على البوتاجاز، ونكون حاطين الطاسة بالزيت كده. وشايفين الحجم ده، انا هشتغل على الحجم ده. الكبيرة هقطعها على الحجم ده. تمام. نبدأ بقى نحط كده ونقلبه في الخلطة دي وفي الزيت كده وهو سخن، وننزل عليه على طول بقطع القرنبيط، وانا لفاها في العجينة كده بتاعتها اهو. بصفيها كويس من العجينة. هي مجرد ما بقلبها كده على الناحيتين في العجينة بتشرب. طبعا كمان القرنبيط اللي هو البلدي، اللي هو طبعا تختاروا القرنبيط البلدي. بتبقى ازاي تعرفوها؟ في قرنبيط بيبقى مستورد او صيني، بيبقى لونه كده ابيض ابيض قوي قوي، بيبقى لونه فاتح جدا. لكن القرنبيط البلدي بيكون مخضر شوية. طبعا القرنبيط البلدي بيكون مسكر وطعمه جميل جدا، احلى من القرنبيط التاني. طبعا القرنبيط اللي انا جبتها كانت ما شاء الله كبيرة، يعني كانت حلوة قوي. عملت كمان منها صنف تالت، بس انا ركنتها هبقى اقدمه في يوم تاني، يعني عشان الفيديو ما يطولش عليكم. لما باجي اجيب قرنبيط بحاول انقي الكبيرة. هو كله بيبقى بسعر واحد، يعني البياع بيقول كله بسعر واحد. القطعة بتبقى ب15 جنيه تقريبا، وفي ناس بتباعها ب12 على حسب بقى اجتهادي. يعني التاجر بيباعها ب15، الفلاح بيباعها ب12. طبعا لو بروحنا السوق متأخرين ما بنلحقش الفلاح، لان التجار بياخدوا البضاعة من الفلاحين، فبنجيبها بال15 بقى. بنبدأ بقى نرص الطاسة زي ما احنا كده شايفين. ولما يحمر بنقلبه. ما شاء الله شكله جميل ازاي، يفتح النفس من قبل ما يتاكل. بصراحة والله يعني بنعمله ما شاء الله بيتاكل، ما بيقعدش عندنا. بألف هنا وشفا يا رب للي بياكلوه. هنقلبه بقى، ولما يحمر هنبدأ نطلعه. يعني بنستعمل مثلا حوالي مثلا كوباية زيت او كوباية ونص زيت، وكمان بنستعمل 3 بيضات. والقرنبيطة العادية بسعر الخضار العادي. يعني هي تكلفة مش اللي هي، يعني الناس دايما تقول مكلف مكلف. ابدا مش مكلف والله، مع الغذاء اللي بيقدمه لنا وبناخده منه. هو حلو جدا وبيأكل، وطبخة تعتبر طبخة اقتصادية. طبعا بقى بننضف الزيت كده بعد القرنبيط بقى، عشان نكمل الرص اللي بعده. نحط رصة كمان، وهنقلي كمان البطاطس بنفس الطريقة برضو. بنحطها في الربة بتاعة القرنبيط وبنقلبها زي ما انتم شايفين كده. البطاطس تقطعوها يعني مش رقيقة قوي، بحيث انها ما تتقطعش منكم. ونبدأ نقلبها كده في الربة دي، وننزل بيها في الزيت. بتبقى طعمها جميل جدا البطاطس دي برضو يا جماعة، حلوة قوي مع القرنبيط. وبقى يعني أكلة يعني بصراحة مع شوية مخلل كده وعيش مقمر، يا سلام، أكلة جميلة جدا. بيبقى الواحد كده في وقت من الأوقات زهق من الرز والمكرونات بصراحة، فبيبقى عايز أكلة حرشة بالعيش كده. فدي من ضمن الأكلات. القرنبيط بالطريقة دي حلوة قوي. بنطلع بقى البطاطس زي ما احنا شايفين، ما شاء الله شكلها يفتح النفس. اهو. طبعا لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد.
ولو في اي حاجة اي تعليق لكم اكتبوه لي. انا بقبل النقد عادي، وانتوا اخوات ليا، وتشجيعكم يعني طبعا شيء جميل ليا. طبعا شايفين لونه جميل جدا ما شاء الله، وطعمه اجمل يعني حاجة بصراحة. والله العظيم حلوة قوي، الطريقة دي جميلة، من اجمل الطرق للقرنبيط. في اكتر من طريقة هنقدمها مع بعض برضو ان شاء الله بعد كده، بس دي طبعا الطريقة التقليدية المصرية. وبكده خلص الفيديو بتاعي، يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم، واستنوني في فيديو جديد، واستودعكم الله يا احلى واغلى متابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.